كتير مننا أكيد عدى بالموقف ده الساعة 2 بالليل كده وقررنا ننزل برنامج غالي فوتوشوب مثلا أو لعبة جديدة لسه نازلة. وطبعا مش معقول هندفع مئات الدولارات. فبندخل ندور على نسخة تورنت، ننزل الملف المضغوط، نقفل الانتي فيروس طبعا ونشغل الكراك، وهوب مبروك البرنامج اشتغل ببلاش. الواحد ساعتها بيحس بإحساس انتصار كده، إننا قدرنا نضحك على شركة قيمتها بتريليونات الدولارات. بس لحظة واحدة، السؤال الحقيقي هنا مش إزاي الكراك نزل. لأ، السؤال اللي يخلينا نقف ونفكر بجد هو إزاي وليه الشركات العملاقة دي بشركاتها اللي بالمليارات دي سايبانا بمنتهى البساطة نسرق منتجاتها. الحقيقة الصدمة بقى إنهم مش بس عارفين، لأ، دول عارفين كل حاجة. عارفين اسم جهازك، وعارفين الاي بي بتاعك، وعارفين إن النسخة دي مسروقة من أول ثانية البرنامج فتح فيها. والأغرب من كل ده إنهم سايبينك وبمزاجهم تماماً. طيب، تعالوا بينا بقى ندخل في عمق الموضوع ده ونكشف الاقتصاد الخفي اللي ورا قرصنة البرامج. صدقوني الموضوع طلع أعمق بكتير من مجرد سرقة، دي استراتيجية بيزنس محسوبة بالملي. أكيد كلنا سمعنا الجملة المشهورة بتاعت الأفلام دي، أول جرعة ببلاش. الجملة دي على فكرة مش مجرد حوار سينمائي، لأ، دي استراتيجية اقتصادية حقيقية جداً اسمها بناء العادة أو الهابت فورميشن. الشركات دي بتبص للسماح بالقرصنة دي على إنها نوع من الاستثمار، استثمار في مبيعات مستقبلية للشركات الكبيرة. ويمكن أوضح مثال على الكلام ده هو شركة أدوبي. القصة بتمشي إزاي؟ بسيطة جدا. طالب في الجامعة بينزل نسخة فوتوشوب مكركة عشان يتعلم. مع الوقت بيحفظ كل اختصارات الكيبورد ويتعود على شكل القوايم، خلاص بيبقى البرنامج ده هو عالمه، لدرجة إنه مش بيعرف يشتغل على أي حاجة تانية غيره. طيب، الطالب ده لما يتخرج ويروح يشتغل في شركة محترمة، الشركة هتعمل إيه؟ هتضطر تشتري له النسخة الأصلية اللي بآلاف الدولارات. ببساطة كده. فهمتوا اللعبة؟ النقطة الحاسمة هنا إن المستخدم ده مش حرامي في نظرهم خالص، لأ، ده استثمار طويل الأجل. يعني الكراك ده بالنسبة لشركة زي أدوبي هو عبارة عن تدريب مجاني لموظفينها اللي جايين في المستقبل. بس استنوا، الموضوع أكبر من مجرد بناء عادة عن كام فرد. لا، ده بيوصل لمرحلة السيطرة الكاملة على السوق كله. وعشان نفهم ده خلينا نرجع بالزمن لورا شوية ونشوف مايكروسوفت نفسها عملت إيه. سنة 1998 بيل جيتس نفسه مؤسس مايكروسوفت قال جملة للتاريخ، قال بالحرف: طالما الناس كده كده هتسرق برامج، يبقى الأحسن يسرقوا برامجنا إحنا، لأنهم مع الوقت هيدمنوها، وبعدين في خلال ال10 سنين الجايين هنلاقي طريقة نخليهم يدفعوا. والكلام ده بيورينا قد إيه استراتيجيتهم كانت عبقرية. القرصنة هي اللي ساعدت إن ملفات وورد وإكسل تبقى هي اللغة الرسمية في عالم البيزنس في كل حتة، وبكده قضوا تماماً على أي منافس زي لينكس، وبقى ويندوز هو النظام الأساسي اللي العالم كله شغال بيه. وطبعاً أي كلام عن الكراكات والبرامج المجانية لازم يجيب سيرة الأسطورة وينرار. البرنامج ده عايش في فترة تجريبية مدتها 40 يوم من سنة 1995 لحد النهاردة. الاستراتيجية بتاعته عبقرية لدرجة تخوف. استخدمه ببلاش في بيتك براحتك، لكن لو هتستخدمه في الشركة هتدفع غصب عنك. الفلوس الحقيقية بتاعت وينرار بتيجي منين؟ من الشركات الكبيرة اللي طبعاً بتخاف من أي مساءلة قانونية، فبتشتري رخص بالجملة لآلاف الأجهزة. طيب، لحد هنا والدنيا تمام. لكن في لسه طبقة تانية في الحكاية دي، ومفاجأة جداً كمان، وهي إن مستخدمي البرامج المكركة دول بيشتغلوا من غير ما يعرفوا كفريق ضمان جودة للشركة، وطبعاً من غير مرتب. المفاجأة الأكبر بقى إن حتى النسخة المكركة دي لسه بتقدر تبعت تقارير عن أي أعطال أو مشاكل لسيرفرات الشركة نفسها. ممكن حد يسأل إزاي؟ لأن البرنامج الأصلي متصمم إنه يبعت التقارير دي بشكل أوتوماتيكي، وفي أغلب الأوقات الكراك مش بيعطل الخاصية دي. فكل مرة البرنامج بيهنج، التقرير بيوصل للمطورين، فيعرفوا إن في مشكلة هنا ويصلحوها في التحديث الجاي. لمين؟ للناس اللي دافعة فلوس. يعني ببساطة اللي بيستخدم الكراك بيساعد الشركة تحسن المنتج بتاعها للعملاء الحقيقيين، وكل ده ببلاش. لكن كل الاستراتيجيات اللي اتكلمنا عنها دي كانت بتنفع في عالم معين، والعالم ده شبه انتهى. دلوقتي الشركات لقت طريقة جديدة خالص قلبت بيها الترابيزة على الكل. زمان المعركة كلها كانت بتحصل على جهاز الكمبيوتر بتاع المستخدم، هو اللي كان عنده السيطرة الكاملة على البرنامج بعد ما ينزله. النهاردة لأ، المعركة اتنقلت لمكان تاني خالص، اتنقلت لسيرفرات الشركة، ودلوقتي هم اللي بقوا مسيطرين على كل تفصيلة. اللي حصل إن الشركات حولت برامجها لنظام الاشتراكات الشهرية. يعني عشان تستخدم أي ميزة جديدة ومهمة زي مثلا أدوات الذكاء الاصطناعي في فوتوشوب،
لازم تكون متصل بالإنترنت وحسابك متأكتف على سيرفراتهم. وبالتالي الكراك بقى بيديك نسخة قديمة، نسخة تعتبر ميتة ملهاش أي لازمة تقريبا قصاد النسخة الأصلية اللي بتتحدث كل يوم. بس القصة لسه ما خلصتش. إحنا اتكلمنا عن الشركات وعن المستخدمين، لكن فاضل طرف ثالث خفي في المعادلة دي كلها: الهاكر اللي عمل كراك نفسه. يا ترى يعني المجموعات اللي بتعمل الكراكات دي بتتعب نفسها وبتخاطر عشان سواد عيون الناس؟ عشان كلنا نلعب ونشتغل ببلاش؟ يعني أكيد لأ. في قاعدة معروفة جدا في العالم الرقمي بتقول: لو مش بتدفع تمن المنتج يبقى لازم تعرف إنك أنت المنتج. الحقيقة إن كتير جدا من الكراكات دي بتبقى ملغمة بفيروسات وبرامج خبيثة بتشتغل في الخلفية من غير ما حد يحس. ممكن تكون بتستخدم قوة جهازك عشان تعمل تعديل للعملات الرقمية وبتحرق كارت الشاشة بالبطيء، أو الأخطر إنها تسرق بياناتك، باسورداتك، حساباتك البنكية والسوشيال ميديا. والشركات الأصلية على فكرة عارفة ده كويس، وعارفة إن عاجلاً أو آجلاً هتحصل مشكلة بسبب الكراك ده، وساعتها المستخدم هيرجع لهم ويدفع ثمن النسخة الأصلية عشان يشتري راحة باله. في النهاية لازم نبقى واضحين، الشركات دي مش غبية وفي نفس الوقت مش طيبة. دي كيانات رأسمالية ضخمة هدفها الأول والأخير هو الربح. وجود مستخدمين للكراك هو جزء محسوب من خطتهم. يعني الشخص اللي بينزل كراك هو مش بيسرقهم بالمعنى الحرفي، هو يعتبر شغال عندهم في قسم التسويق غير المباشر من غير ما يعرف. فالمرة الجاية قبل ما حد يفكر ينزل برنامج مكرك لازم يسأل نفسه سؤال مهم: في اللعبة الكبيرة دي كلها مين اللي بيضحك على مين بالظبط؟